اول مره على السوشيال ميديا حد يقدم الاكله دي او الوصفه دي بالتحديد، وانا بحاول ان انا في المحتوى بتاعي اقدم وصفات على قد ايدينا اللي بالتالي اي حد يقدر يعملها ويستفاد بيها. اللي انتوا شايفينه قدامكم يا جماعه ده الروعه ده والجمال ده رقب بط، طعمها خطير جدا. ده عبارة عن رقب البط، بيبقى الرقبة بتبقى طويلة وانا ببقى قاطعها نصين ومتنضفة بالليمون والملح زي ما بننضف اي طيور. طيب البط ده اسمه بالاخص كده، انا مش بعمل اعلان ولا حاجه، ده بط العابد يا جماعه، بيتباع له راك لوحدها والرقب لوحدها. فانا جبت الرقب وجربته وكان تحفه. المكون التاني في وصفتنا البصل، يبقى هي رقب البط والبصل. هنجيب الحله نحط فيها شويه زيت ونسيبها لما الزيت يسخن، ننزل بالرقب بتاعنا. هنعمل ايه؟ نديله حاجه اسمها صدمه، زي ما حضرتك كده بتشوح اللحمه بتديها صدمه. تمام. اول ما تلاقي كل الرقب خد اللون الاحمر بتاعه اتغير، هتنزلي بقى بنص معلقه من الفلفل الاسود، زيها برضو من الكاري الهندي مع معلقه الملح. وبكرر مرارا وتكرارا، الكاري الهندي بديل ممتاز جدا لمرقه الدجاج. هنقلب بقى الرقب مع الكاري مع الفلفل الاسود لحد لما الرقب ده نفسه بالبلدي كده بلغه امهاتنا يعمل ايه؟ ينزل الميه بتاعته، يتشوح. خلاص، جميل جدا. بعد ما تشوح هنخش على خطوة مش مهمة ولا أساسية، بس هي بتدي طعم حلو قوي، معلقة من دبس الرمان. طيب يا شيف أنا ما عنديش دبس رمان يا ستي، مش مهم، بس هي بصراحة بتدي طعم جميل قوي. نيجي بقى للبصل بتاعنا اللي احنا مقطعينه شرايح او جوليان بالمنظر ده، تفككي كده من بعضه، وهننزل بيه واحدة واحدة، وعليهم طماطمايه او اتنين مبشورين. وبالظبط كده زي ما انت شايفه كانك بتعملي يخني لحم بالظبط، بس ده يخني رقب. عارفه اللي لو كنت جربت قبل كده الرقب الضاني او الرقب العجالي بيبقى طعمه جميل جدا. تخيلي بقى ان انا هاكله لك في البط. فاحنا بنشوح بقى كده مع بعضه لحد لما البصل ينزل ميته، وهنبتدي بقى نكمل التسويه بتاعته فين؟ في الفرن. بس انا هسويه في الفخار، فالفخار بيدي طعم جميل جدا. خلي بالك ان الفخار هنا بيبقى ساخن عشان ما يضربش منك في الفرن، عشان لو حطيت الفخار ساقع عليه حاجه سخنه هيتكسر او يشرخ منك. نزلنا بقى بيه. لو انت شايفه ان الوصفه عايزه يتحط لها كوبايه ميه، هتحطي ميه سخنه، اوعي تحطي ميه ساقعه، ميه سخنه. وهندخلها الفرن، بس بنحط الاول ورق زبده عشان كنت هعمل بورق المونيا، ما لقيتش ورق المونيا قمت مغطي بغطاء الحله بتاعنا. قعدت في الفرن ساعه يا جماعه، وبعد الساعه بصوا الجمال والحلاوه، انا مش عايز اقول لك طعمها عامل ازاي. هي فعلا انا مش قادر اوصف. وكنا بنغرف بسرعه لاني نسيت ان احنا بنصور. فعلا كلناها واحنا بنغرف. بصوا عامله ازاي يا جماعه، اكله مزاج ومخمخه وبتشبع، وبتاكليها بقى بالعيش كده جميله جدا مع شويه مكرونه او رز ابيض. رقب البط تحفه ومتعه وجميل قوي قوي.